تركاية حلوة في الاكسل هتفيدك. تعالى، لو انت عندك مجموعة بيانات كده ومحتاج تعمل لها ترقيم ولسه بتكتب واحد وانتر اتنين وانتر تلاتة والكلام دوت، يبقى انت كده لسه ايه، بتضيع وقت كتير. هقولك على معادلة هتسهل عليك الموضوع دوت. هتقول هنا يساوي، هتعمل ميرج بين دالة اف ودالة رو. هتقول اف، افتح قوس، الاختبار هنا اف ان الخلية دي بتساوي دبل كوتيشن مرتين كده، يعني اف ان الخلية دي فاضية ما فيهاش داتا، هترجع لي دبل كوتيشن، يعني ما ترجعليش حاجة، سيبها فاضية. طيب لو الفاليو هنا او دالة اف رجعت فولس، هتعمل ايه؟ هترجع لي دالة اسمها رو، ار رو. دالة رو دي بتعمل ايه؟ بترجع لي رقم الصف اللي انا واقف فيه طبقا للخلايا ايه اللي انا واقف فيها. طبعا هو الرو القوس بتاعها فاضي وهو ناقص واحد. ليه ناقص واحد؟ عشان خاطر اول خليه هنا ده اللي مكتوب فيها كلمه نمبر دي انا مش محتاجها. واقفل القوس واقول انتر. بعد ما اقول انتر هشد كده كده يا معلم. الخليه ديت ما فيهاش حاجه فمش هرجع فيها حاجه. لو كتبت هنا اي اسم اي موظف هيرجع لك اربعه وهكذا.